عايز ما يجيبش ورا، تجري العادل بيه عند الجامع قول له وسقفه للبيان. من ورا من ورا من ورا. ايه ميدان سلاح. ايه خلاص. دأبت الجماعة المحظورة على قطع الطرق لعمل تكدس مروري وتعطيل قوات الشرطة للوصول إلى مسرح العمليات، فقد ومضت ومضة عبقرية للقيادة بمديرية أمن الإسكندرية. ومن المشاهد تم احتلال الشارع وتعريض ممتلكات الافراد والشعب، ويتم اتخاذ وضع خط منتشر على خط، وان المتظاهرين لم يتم الامتثال ويكون بالتعدي على القوات وعلى الممتلكات الهامه. التعريض والقبض على زعماء المظاهرة والتي تم تصيبه أثناء تم استحداث سلاح الخيالة في أمن اسكندرية للقبض على المتظاهرين. شاكر جدا، وانا اديت توجيه للسيد مدير الامن بمكافاه جميع من اشترك في هذا. شكرا. الوقوف على مستوى تدريب القوات والضباط، والوقوف على مدى معاشتهم واحتياجاتهم وظروفهم الاجتماعيه وتثقيفهم، علشان انتوا حمى البلد من الداخل، وانتوا درع الامان للبلد، ومصر محتاجه لكم وتدعيم القيادات كلها. بيان عملي اللي هو ارقى مستويات التدريب، اللي هو توحيد مفهوم. الحقيقه انا كنت جاي سياده الوزير عشان اقول للرجاله في قوات الامن وسياده اللواء امين والقاده والقيادات بتاعت مديريه الامن ان جهدكم في الشارع مقدر ومرئي ومحسوس ومؤثر بشكل ايجابي. كل الناس اللي ماشيه في الشارع دي اللي بتتحرك فيه بمنتهى الامان في جميع التوقيتات، الناس اللي زارتنا في الصيف مطمنه الاسكندريه تحت قياده سياده الوزير، تحت قياده سيد مساعد وزير الداخليه ومدير امن اسكندريه، بتحظى بكل الاهتمام بكل الرعايه. التدريب اللي احنا شفناه النهارده والمعدات اللي شفناها اعتقد انها رساله واضحه جدا للجميع. بشكر سيادتك عليها على دعمك دايما للمديريه، بشكر السيد مساعد الوزير ورجالته جميعا وقوات الامن بشكل واضح. شرطه الباوي القائم بتدريب قوات فرد الشغب من ساعه ما المجند بيجي الاداره لغايه لما بيستقبل في الشارع، مجهود غير عادي. أمين شرطة زكريا والقائم على الإشراف على مجموعات القتالية. أمين شرطة عرفة محمد الاشتراك برضك في مجاميع القتالية والمهام التفتيش. أحمد محروس فرد من الأفراد المدربة لفرد الشغب.